الشير ستوب شير. فين الشير ستوب؟ نيجي هنا نعمل كده الشير. طيب تعالى بقى يا معلم، احنا قلنا له هنا ايه وين. هعمل ايه؟ هقول له هنا سensing هات لي اسك. هقول له هنا ايه انتر يور نمبر. انتر يور نمبر تمام كده. طيب بعد ما ينتر يور نمبر ايه اللي هيحصل؟ اخد انسر. جميل. طيب محتاج هنا ايه؟ اول كونديشن عندي كان الاف بتاعت، كانت الاف ال سي دي اللي هي دي. تمام. طيب انت محتاج تقول له ايه؟ محتاج تقول له ان الانسر دي تكون ايه؟ اصغر من ال10. ما انت رحت فين؟ لو جينا نزلنا كده في الاوبريتورز هنلاقي عندك هنا اهو، هي كنا اكبر من ال10 صح؟ اه يبقى هنا الانسر المفروض تكون اكبر من كام؟ معلش ده اكبر وش السمكه فين؟ هنا كده. تمام اكبر من كام؟ من 10. تمام كده. طب لو هي اكبر من 10 ابدا اساله سؤال تاني. اف else تاني اهو. فين؟ جوه هنا. اف else تاني. هتقول لي ايه هنا؟ هتقول لي اوبريشن تاني برضه. فين الاوبريشن؟ اهو. جميل ده. ان الانسر دي انا عايزها مره هنا ومره هنا. يعني عايز الانسر دي مره هنا ومره هنا. يعني محتاج اخدها مرتين معايا. اخدها ازاي مرتين؟ انا لما باجي احركها ايه؟ ممكن اعمل منها كده. انا مش متاكد من الحل ده الصراحه بس هنجرب. تعال نقول له هنا لوكس. لو هي دي 100 مش دي 100 تمام. طيب لو هو لا، لو هو لا انا هاخد ده كده. ليه يا عم بس؟ لو هو هنا في الالس اللي هي دي، الالس اللي هي اصغر من اكبر من هو اكبر كده من ال 100، اقول له هنا ايه؟ يور نمبر ماست او شوت اصغر من ال 100. تمام كده. طيب ولو تاني لو هو بقى اصغر من ال10 اقول له هنا ايه؟ يور نمبر. تمام. طيب خلينا نحط له واحده سنك كده يا باشا. قال لك انا انتر النمبر، فانا اقول له مثلا ايه؟ 50. 50 دي المفروض تيجي معايا ولا لا؟ صح كده. هي بتحقق الشرطين معايا. فانا اقول له ايه؟ رن. قال له نمبر سترو. طريقتك نفعت ان يعني احنا لو عملنا له دبليكيت تنفع. تمام. طيب لو جيت اعمل ران تاني قلت له مثلا 5. 5 المفروض ايه اللي يحصل؟ طلع لي ايه؟ يقول لي اصغر من 10 صح كده. يقول لي المفروض يكون اكبر من 10 يعني، فقال لي فعلا المفروض يكون اكبر من كام؟ من 10. تمام. طيب لو جينا عملنا له ران تاني ودخلنا 200 اكبر من 100. تمام. طيب احنا هنا جربنا كم مره؟ 3 مرات. يبقى المفروض التست كيس بتاعتك تعمل ايه؟ تشمل كل الحالات اللي انت المفروض تشتغل فيها. هي ممكن تشتغل معاك في كيس وما تشتغلش في كيس تانية اه. فاهم الفكره؟ تمام. طيب حلو قوي. بقى لو دخلناها فانكشن، لو عملناها فانكشن كده وفانكشن كده بايه بمزاج واحده واحده، لان هنعمل فيها شويه ايه لعب كده. انا خلينا مثلا نقول هنا ايه؟ تشيك نمبر ده اسم الفانكشن. تمام. تمام كده. اول حاجه احنا عايزين ناخدها ايه؟ الرقم اللي احنا نتشيك عليه صح. فانا محتاج اقول له هنا انبوت، اقول له هنا ايه؟ نمبر. تمام. اقول له اوكي احنا هنعدل لسه تاني عليها دلوقتي خلي بالك. الفانكشن بتاخد فاريبل تمام كده اسمه ايه؟ اسمه الفانكشن اسمها تشيك نمبر، وبتاخد فاريبل هنا والفاريبل ده دخلناه مرتين هنا. تمام. طيب لو جينا رن هيقول لك هنا انتر نمبر. تعال نجرب نفس السيناريو. هنجرب مره رقم فاليد ومره رقم بيفيل في الكيس الاولى ورقم بيفيل في الكيس الثانيه. يا عمار اقفل اللاب. تمام. نقول له كده 50.
قال لك your number is true. تمام، نران تاني نقول له 8 your number should be اكبر من 10، نقول له 200. تمام، يبقى احنا كده الارقام بتاعتنا ايه؟ تمام جدا وزي الفل. طب ايه رايك بقى؟ ايه رايك لو عملنا الفانكشن دي؟ هي كده الفانكشن دي نقدر نعيد استخدامها، او انت شايفها من وجهة نظرك هل هي يزبل هتستخدمها في اكتر من كود تاني بعد كده؟ في الغالب لا. ليه؟ لان انت هنا مقيدها برضه فيها كونديشنز كتير، زي ايه؟ زي ال10. صح؟ تمام. ايه رايك نسمي الفانكشن دي رينج نمبر، اللي هو ايه بكل بساطه؟ تعالى دخل لي الرينج اللي هو الطرف اليمين والطرف الشمال، ودخل لي رقم، قول لي شوف الرقم ده في النص ما بين الرقمين دول ولا لا. ايه رايك؟ حلو جميل كده. شايف انت بتفكر هنا ازاي؟ خلي بالك بقى الموديول ده او طريقه التفكير دي بنسميها الابستراكت ثينك، تفكير المجرد. يعني انت ما بتكونش واقف على حاجه معينه وبس، زي مثلا زي الفانكشن دي كده انت لازم يكون اكبر من 10 واصغر من 100. طب انت جيت في فانكشن تانية لازم يكون اكبر من 20 واصغر من 80. ها، فاهم الفكره؟ اكتبها تاني. هتقعد تكتبها تاني مش هينفع. ده كده ابستراكتد. لا، هل هي مجرده؟ المجرد ده مجرد من اي قيود، يعني مجرد من اي حاجه ماسكاه، فابستراكتد، حر، طليق. فاهم الفكره؟ تمام. طيب تعالى بقى نعمل حتى لما بنيجي نشرح في ان شاء الله، يعني لما ربنا يكرمكم كده وتدخلوا باك اند، في حاجه اسمها الاو بي او الاوبجكت اورينتد بروجرامنج، او البرمجه الوراثيه، علم البرمجه الوراثيه. بنشرح لما بنيجي نشرح فيه اصلا التوبيك بتاع الابستراكتد، بنقول يا اخوانا ان الابستراكتد هو طريقه تفكير اصلا في الاساس، زي كام فانكشن كده صغيرين بس انت بتستخدمهم. بس لو انت ما بتعرفش تفكر ابستراكتد مش هتعرف تشتغل. طب لكم مثال، عارفين شركات الفinتك؟ عارفين اصلا يعني فينتك؟ فينتك اللي هي شركات المدفوعات الاونلاين. يعني مثلا اللي هي البنوك الاونلاين، مثلا فوري، ايزي بي، مش عارف ايه. كل دي كده، لا ويسترن يونيون مش فينتك. كل دي كده مدفوعات اونلاين، بنكيه اونلاين. عارف انت لو تدخل تشتري حاجه من على النت فيقوم قايل لك حط الكريدت بتاعتك وكده، ده فينتك. تمام. كانت المشكله فين بقى؟ ان هو في الفينتك ده احيانا عارفين ان الفيزا، ان الكريدت انواع. عندك حاجه اسمها كريدت كارد، وعندك حاجه اسمها ديبت. والكريدت دي في منها فيزا، في منها ماستر، في منها امريكان، في منها اكسبريس، في حوار بقى. تمام. كل نوع من دول ليه سبيكس مختلفه. يعني ايه؟ يعني مثلا الامريكان لما بتيجي تدفع بيتخصم منها ريت مختلف، وشركه فيزا لما بتيجي تدفع بتخصم ريت مختلف، وحوار كده. تمام. فكانت الفكره فين؟ انت دلوقتي مش عارف العميل داخل لك هيدخل لك من انه اتجاه، يعني هيدخل لك انهي كريدت ولا انهي حاجه بالظبط، هيدخل لك ايه بالظبط انت مش عارف. فاهم؟ وعندك بقى اللي هو ايه الداخلي والخارجي، اللي هو الدولي والمحلي. لو هو بيدفع معاك من نفس البلد تختلف تماما لو هو بيدفع من بلد تانية. تمام. وحوار بقى كبير قوي. فكانت شركات الفinتك اكبر مشكله بتواجهها ايه؟ ان هو طب احنا هنهندل كل ده ازاي؟ فتلاقي الشركه التعبانه تقعد تعمل ايه؟ تقعد تعمل كودنج لكل واحده. تمام. والدنيا بقى تدخل في بعضها ومش عارف ايه وحوار. تمام كده. كنا احنا نعمل ايه؟ اقول له لا، اركن ده كله كده على جنب، انا ماليش علاقه. هو في قدر مشترك اللي هو ايه؟ عمليه الدفع نفسها كده كده بتتم في اي واحده. الاختلاف فين؟ في شويه ارقام بس كده. حلو قوي. كل واحد معاه رقم وسيدي، بس انا في الاخر العمليه بتتم في مكان واحد. طب والارقام دي هاخدها از انبوتس بس. الفكره؟ ايه ده كده ببساطه، يعني انا بشرح لك ببساطه، بس هي ما اتعملش بالبساطه دي. هي فيها ديزاين باترنز وحوار. تمام. بس هي ما اتعملش بالبساطه دي يعني. بس هي دي الفكره. بس انت عشان تطبق الفكره دي مشينا شويه حلوين. قول لي. مثلا يعني لو هو مثلا واحد بيطلب من بره، فهو لو اختار من بره فبيجيب له تلقائي اللي هو مثلا. هو الفكره ما كانش بيختار، ما الفكره فين؟ هو انت لما بيكتب رقم الفيزا، رقم الكارت اللي معاه، انت المفروض بتعرف من الرقم اللي لاسبكس من اول ارقام. في عندك ارقام بتعرفك هو ده فيزا ولا ماستر وهكذا. وبعد كده ارقام تانية بتعرفك هو ده تبع دولة ايه ولا مش فاهم الفكرة. وتبع بنك ايه، طب البنك ده موجود في انهي دولة. فاهم الفكرة؟ فانت حوار يعني فيه. طيب تعالى بقى نعمل الفكرة دي برضه هنا.
طيب هنعملها ازاي؟ بكل بساطه انا هدخل هنا تاني على الفانكشن دي واعدل عليها. اول حاجه انا عايز دلوقتي اقول له ايه؟ احنا هنسميها، قلنا هنسميها ايه؟ رينج نمبر، صح؟ وقلنا اول حاجه ان انا هستخدم النمبر بتاعي بعد كده، تمام؟ وتاني يبقى تسميه رايت. بين حاجه وحاجه ماثيماتيكال بنعمل ايه؟ يكون عندنا الدومين اللي هو نقطه بدايه ونقطه نهايه، عشان نعرف نجيب الدومين اللي بينهم او نعرف نجيب اي حاجه في وسطهم. ليفت ورايت، ليفت ورايت اللي هو نقطه البدايه ونقطه النهايه، تمام كده؟ اللي هو ايه؟ 10 و100 مثلا، ده الرينج بتاعك. الرينج ده نقطه البدايه ونقطه النهايه. فاهمين بس يعني ايه ليفت ورايت؟ تمام. عشان ليفت ورايت ده تلاقوه كتير بيستخدموها في البروجرامنج تعبيرا عن اي رينج. اي رينج بيبدا من مكان وينتهي في مكان بيسموه ليفت ورايت. تمام. الخانة دي ازاي من ان انت عملت قد ايه بس اهو تقدر تعمل زي وتقدر من هنا كده تمسحها. تقف هنا كده تمسحها، وتقف هنا كده تمسحها، تقف هنا كده تمسحها. طيب فانا محتاج منه ايه؟ هنا محتاج منه دخل المعلومتين دول. عايز بقى تاخدهم من اليوزر، خدهم من اليوزر. عايز انت تكتبهم في الفانكشن، اكتبهم في الفانكشن. فانا عايز اقول له مثلا هنا ايه؟ 10 و100. لو يعني جيت اعمل ريو هحطها مره هنا ومره هنا، مره على ال 10 وال 20، بعد كده اقول له يطبق لي مره على ال 30 وال 70. ها، بالظبط. طب هنا اقول له ايه؟ اول حاجه هنا هو الليفت، اللي هو الرقم اللي هو الصغير، تمام؟ اكبر من الصغير، تمام. الرساله ما ينفعش تعرض له برضه فيها 110، المفروض تعرض هنا ايه؟ الرقم اللي دخلك من هنا، صح؟ قلنا بنعملها ازاي؟ كونكا ايه؟ كونكا ايه؟ كونكا ايه؟ كان اسمها ايه؟ كونكا ايه؟ كونكاتينيت، اللي هي ايه؟ الدمج او الربط. كان اسمها ايه عندنا هنا؟ جوين. جوين دي كانت موجوده فين؟ هي دي. تمام. طيب فانا اقول له هنا ايه؟ حط لي هنا جوين دي. فجوين دي هقول له هنا ايه؟ يور نمبر شوت بي اصغر من، واسيب له مسافه واقول له هنا ايه؟ بص يا باشا، شفت الليفت ده؟ او حتى الليفت ده من هنا كده دخله لهنا، شكرا. خدت بالك؟ تمام. طب وهنا هقول له بس ايه؟ خلينا ناخد ده كده كوبي، واقول له هنا حط لي هنا جوين، واقول له هنا يا باشا ده كده، واشيل لي ال 10، واقول لي هات لي الرايت ده هنا كده، وايه؟ ضيفه لي هنا. تعالى بس نمسح دي دلوقتي، نطبق على دي، واقول له هنا ستارت. قال لي انتر نمبر، فقلت له مثلا 60. قال لي ترو. طب انتر نمبر، قلت له 5. قال لي لا، المفروض يكون ايه؟ ثانيه بقى، هو المفروض 5 دي المفروض يكون ليفت اللي هي ال 100 فوق عند الجوين الاولانيه. هي المفروض ان الليفت هنا اللي هي، خلينا نشوف احنا كنا كاتبينها ليفت ورايت ولا رايت وليفت. كنا كاتبين ليفت رايت، تمام. طب هقول لك على حاجه حلوه قوي، حلو ان احنا نتعرض للكيسز دي. طب احنا لو عايزين دلوقتي ان احنا نعرض يعني نشوف الكلام ده، بنعمل حاجه اسمها ديباجنج. يعني ايه ديباج؟ تقف عند خطوه خطوه تشوف هو بيعمل ايه هنا. يعني انت بكل بساطه انت مش عارف هو دلوقتي ماسك الليفت ولا الرايت، يعني الليفت هي الاصغر ولا الرايت هي الاصغر. اعمل ايه؟ بكل بساطه تعالى هنا قول له لوكس، وقول له تعالى كده اعرض لي الليفت. خد الليفت ليه هنا، شكرا. لما تستارت يقول لك انتر نمبر، قول له مثلا ايه؟ 5. عرض لك ايه؟ عرض لك ال 10 اللي هي الليفت دي. تمام كده، يبقى هو فعلا بيعرض الليفت كام؟ 10 مظبوط. فانت بتقول له هنا النمبر، وقت ما يكون النمبر، خلينا نمسح دي، وقت ما يكون النمبر اصغر من اكبر من الليفت، تمام، ادخل تشيك النمبر. انت عكس في الجوين الاولانيه. لا لا، في الاكس المفروض اللي تحت المفروض ليفت والمره الرايت والمفروض ايوه. يعني خلي معلش انا اسف، معلش انا اسف ان كنا عاكسين بس الرايت والليفت هنا مكان بعض. تمام. طب رن نقول له مثلا 5، المفروض يقول لي ايه؟ لازم يكون اكبر من كام؟ من 10. طب لو انا غيرت دي، خليت دي 5 و 20، ها، هيعترض؟ هيشتغل؟ فلو قلت له دلوقتي 6 دي، كان 6 ده ما ينفعش، صح ولا لا؟ فهمت الفكره؟ بس عندنا اشكاليه بقى، الا وهي ان انت كل ما تعمل الموضوع معاك ابستراكشن، كل ما هتكون محتاج تفاليديت اكتر. يعني ايه تفاليديت اكتر؟
انت لما الاول كنت عاملها 10 و100 مثبتهم، فانت بالنسبه لك 10 و100 تمام. تمام. طب ان انا حطيت لك هنا 5 و5، ده منطقي؟ لا. هل في رينج على نفس البوينت؟ يعني هل في رينج؟ يعني لو قلنا ان هي بتبدا في 5 وتنتهي في 5، مش هينفع، صح ولا لا؟ فالمفروض ان انا اعمل ايه؟ افاليديت هنا الاول، اقول له لا خلي بالك بقى، انت لو مدخل لي هنا الرقمين دول زي بعض زي بعض، يبقى المفروض اقول لك ايه هنا ايه؟ لا، اقول لك ان الرينج بتاعك ده غلط. فاهم الفكره؟ تمام. فاهمين الفكره؟ واضحه؟ تمام كده؟ طيب حلو قوي. طيب تعالى نعملها بحيث ان انا لو دخلت له هنا 5 هو هيران عادي جدا، ومش هيقول لي اي حاجه. لو قلت له هنا 6، يعني هو اصلا مش منطقي ان ده يكون 5 وده يكون 5. تمام كده؟ فالمفروض اضيف له ايه؟ اف كونديشن. ده يعتبر تيستنج ان هو بيشوف اي احتمالات ممكن. ما هو ده التست، ما هو لما بقى بتخلي الفانكشن بتاعتك ابستراكتد، انت محتاج تزود فاليديشنز اكتر، لان الاحتمالات عندك هنا هتكتر. ما بص، اليوزر زي ما احنا بنقول الكمبيوتر غبي، اليوزر كمان غبي. تمام. ده لا، دايما بجد احنا بنقول دايما نقول ايه؟ الاند يوزر غبي. اتوقع منه اي حاجه، فانت لازم تقفل كل الاحتمالات اللي هو ممكن يعملها. تمام. طيب يعني ايه؟ يعني مثلا لو انت عامل له فورمه بيدخل فيها الايميل والباسورد، يقوم جاي انت قايل له انتر يور ايميل، يقوم جاي كاتب لك رقم تليفون، تقوم قايل له ايه؟ لازم تقول له لا يا باشا خلي بالك بقى، لازم يكون ايميل. طب هتعرفها ازاي؟ تقول له لازم يكون في علامه الات وفي دوت، بعد كده يكون ايميل، يعني فورمات الايميل. فاهم الفكره؟ فاهم الموضوع، بس هي كده يعني. طيب تعالى بقى هنا نقول له ايه هنا في في الكونديشن ده؟ انا عايز اقول له ايه؟ اقول له لما الليفت والرايت لا يساوي بعض. تمام. انا مش عارف هنا في لا يساوي ولا لا. لو هم ايكوال. لو هما الاثنين بيساووا بعض فخلاص هديله ايرور. مش عارف هنا نفي ولا لا، بس تقريبا لا. مفيش نفي صح؟ لا مفيش نفي، بس في كل اوبريتور له نفي، بس ده لما ندخل في البرمجه ان شاء الله نبقى ناخد. طيب خلاص، اقول لك على حاجه حلوه حتى قوي. لو خلينا الاختيارات يساووا بعض هنديله ايرور انه الاثنين دول مش هينفع نخليها دول. بس هو هنا بص، السكراتش فللاسف بعض الحاجات ناقصه، يعني مثلا ما تقدرش تعمل بريك يعني. اه في حاجه اسمها بريك اند اند، ان انت ما تعرفش تعملها. مش عارف هم ضافوها ولا لا، بس انا يعني اخر ابديت عندي لا، ان هي مش متضافه، ان انت تقدر تعمل بريك ده اللي هو وقف الكود. او ممكن يكون ضافوها والله، مش يعني مش عارف. طيب بس احنا خلينا ناخد اوبريتور زي مثلا ايه. في النوت هنا ايه؟ في النوت، بص احنا ممكن ناخد نوت دي اللي هي النفي نوت، واقول له ايه بقى؟ واخد اللي يساوي دي كده، اقول له هنا ان نوت، ان الليفت والرايت لو يساوي بعض نوت بقى العكس اقلبها لي. فاهم الفكره؟ يعني معنى كده، معنى الكونديشن ده ايه؟ اف ان الليفت والرايت لا يساوي بعض. لسه بعمل كده اي حاجه. في الالس هنا بقى ايه؟ تعالى اعرض له رساله، قول له باشا رونج رينج. ناخد دي، نمسح دي، ناخد دي، نحط دي، خد دي كانت فين؟ دي هنا. بعد كده دي هنا. تمام كده؟ طيب فلو جيت انا قلت له هنا ستارت، وقال لي دخل الرقم بتاعك، اقول له مثلا هنا 10، قال لي رونج رينج. ما ينفعش. تمام. فاهمين بس الكونديشن انا حطيته هنا فوق ايه؟ ان انا نفيت قلت يعني هو الليفت بيصور رايت دلوقتي فقلت له نط بقى لما يعني انفي لي الشرط. انا حاسس ان انتوا مش فاهمين. لا طيب انا لو مثلا لو عايز ازود كونديشن تاني ان يكون الرينج ما بين الرقمين مثلا الرينج ما بينهم او الفرق ما بينهم 50. تقدر تحطها هنا، تقول ان الليفت الليفت الرايت ناقص والرايت الرايت ماشي. طرحهم يساوي مثلا 50، او يكون اكبر من 50. تمام. تمام. ده لو انت عايز تعملها كده. ماشي. فاهم الفكره زياده؟ ضفتها فين؟ ضفتها فين اللي هي الرينج ان هو يكون لونج رينج؟ اهي ده اللي بتاع تاني. خلينا نشرح الكونديشن ده تاني. انا هنا ايه؟ انا هنا عايز اقول له ان لما الليفت والرايت لو هما بيساووا بعض، تمام، اطلع ايرور، انزل هنا في الالس. طب في حاله ان هما مش بيساووا بعض اشتغل. تمام كده؟ يعني امتى يدخل هنا جوه الاف دي يحقق الكلام ده، ينفذ الكلام ده لما يكون الليفت والرايت لا يساوي بعض. تمام كده؟ طب انت هتعملها هنا ازاي لا يساوي؟ حطيت له تساوي. تمام بالظبط. بتحط له يساوي، تقول له هم دول بيساووا بعض، ان فيها بقى دخله لي جوه الاف،
فاهم الفكره؟ يبقى انت نفيت بس الكونديشن، انت نفيت وانت عكست. لان انت كتبت الرقمين بين كلمه نوت. بالظبط، فانت هنا حطيت النقط اهي، وبعد كده خدت اللي يساوي دي اهي، وبعد كده حطيت هنا الليفت، حطيت هنا ايه الرايت. ينفع ده طبعا لو كتبنا رقم أعلى لو كتبت رقم اعلى من ايه؟ أعلى من 10 وهي على حالتها كده يساوي. المفروض لا مش فاهم. يعني لو كتب 10 و10 هيطلعك رونج برضه، ما هو شايف. لو اثنين بره الرينج. اه ما هو اصل 10 10 و قال لك رونج، لان هو مفيش رقم ما بين 10 و 10. فاهم؟ هو مفيش حاجه بين ال 10 وال 10، انت اكنها نقطه واقفه. يعني انت واقف هنا فتقول له في حاجه هنا، اقول لك لا مفيش. فاهم الفكره؟ مفيش بداية ومفيش نهاية. بالظبط تمام، على عكس ما اكون عامل ايدي كده، ففي حاجه ما بين الترابيزه وبين ايدي. اه ممكن يكون في حاجه، ممكن يكون ده. طب لو انا ايدي كده، هي ايدي اصلا على الترابيزه، نقطه البدايه هي نقطه النهايه، فمستحيل يكون هنا ده موجود. فاهم الفكره؟ تمام كده.